الله، شايفين من الكيلو دقيق طلعنا كام واحدة؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى معانا وصفة بسيطة خالص وسهلة، مكوناتها كلها موجودة في البيت. هنعمل فطاير محشية جبنة، سموها فطاير بقى، سموها قرص، سموها باتيه صغير، شوفوا عايزين تسموها ايه. بجد حلوة قوي وتبقى حلوة كده مع كوباية شاي الصبح. لو انتي مثلا مش عارفة تعملي فطار ايه كل يوم ومحتارة، هتكفيكي. لو عملتيها المقدار ده هتكفيكي يومين تلاتة، مش هتشيلي هم فطار ولا حاجة. تبقى ايه شجعتيني، عايزة انتي هتعملي ايه؟ هنعمل فطاير الجبنة، قرص محشية جبنة. محشية جبنة بقى، محشية مربى، محشية سلطة تونة. شوفي اللي ما توفر عندك واحشي بيها حاجة الموجودة عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة. طب مكوناتها ايه معانا؟ يلا تعالوا نشوفوا المكونات. معانا نص كيلو من الدقيق، انا نخلاه كويس جدا. لازم المعجنات او المخبوزات او اي حاجة بتعمليها تكوني نخلة الدقيق. دلوقتي هضيفه في البولة. تمام. وصفتنا النهاردة الاساسي بتاعها هو الدقيق والمية والخميرة، معلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة ملح. اللبن عادي ده اختياري، موجود عندك ضيفيه، مش موجود مفيش اي مشكلة. شوفي الموجود عندك، المتاح عندك مش موجود لبن خالص ممكن تعمليها بمية، بس ده كان كوباية لبن موجودة عندي، قلت اللي انا اعملها بيها عشان الاطفال كده، وعزز الطعم في نفس الوقت، ومغذية جدا برضو. تعال نشوف الطريقة مع بعض. ده عندي نص كيلو دقيق، انا كنت نخلاه وحطيته في البولة كده. دي عندي كوباية الا ربع مية زي ما انتوا شايفين معايا. هضيف عليها معلقة الخميرة وهقلبها. انتوا شايفين هنزل برشة من السكر بسيطة خالص، دي اختياري برضو. رشة من الملح وهقلبهم. وهنا قلبت الكوبايه الا ربع ميه مع كوبايه، نزلت بيها كده لحد ما اشوف العجينه في ايديا، ملمس العجينه. لو ما انتوا شايفين قلبت فيها. بس دلوقتي بقى هضيف لها كوبايه اللبن زي ما قلت لكم. اللبن ده اختياري، لو ما عندكيش لبن ممكن تضيفي معلقه لبن بودره. ما عندكيش لبن بودره خالص ولا لبن عادي، اعمليها بميه بس ما فيش اي مشكله زي ما قلت لك، بس هي بتعزز الطعم. دلوقتي بقى هعجنها. انتوا شايفين انا بعجنها معاكم اهو، انتوا شايفين معايا اهي. زي ما انتوا شايفين عجنا العجينة ولميناها مع بعض. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة، فوطة اي حاجة موجودة عندك هغطيها نص ساعة بالظبط وهرجع لكم تاني. حشوتنا دلوقتي دي علبة جبنة كانت عندي، اي نوع جبنة موجود عندك ممكن تحشي بيها. ضفتها كده في البولة زي ما انتوا شايفين. وهنا كان عندي معلقة كاكاو، هضيف دلوقتي عليها معلقة من السكر. زي ما انتوا شايفين، ومعلقة من القرفة. برضو عايزة تحشي بجبنة بس مفيش اي مشكلة، عايزة تحشي بكاكاو وقرفة وسكر. انا قلت اللي انا اعمل منها حادق ومنها حلو في نفس الوقت. بسم الله ما شاء الله، العجينة ارتاحت معايا نص ساعة زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين معايا دلوقتي بقى هنعملها كور مع بعض. شوفي الكور دي الحجم اللي يناسبك طبعا، شوفي عايزة تعمليها كبيرة عايزة تعمليها صغيرة. دلوقتي بقى عملنا الكور مع بعض زي ما انتوا شايفين. شوفي الحجم اللي حضرتك تحبه.
دلوقتي بقى هخلص باقي الكمية اللي معايا وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى خلصت كمية القرص اللي احنا كنا بنقطعها مع بعض. اللهم بارك، بصوا مطلعين معايا كمية حلوة. دلوقتي بقى هجيب قرصة زي ما انتوا شايفين، هبططها كده. بسم الله ما شاء الله. فاكرين الجبنة؟ هجيب معلقة من الجبنة كده وهضيفها عليها. وهقفل عليها كده، هقفل عليها كويس. شوفي بقى الحجم اللي حضرتك تحبيه. انا جبت صاج ودهنته رشه من الزيت كده. انا عندي الصاج هضيفها عليه كده. هخلص بقى باقي الكميه اللي معايا وهرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين شكلت واحده وضفت عليها شريحتين من الزيتون المخلي. عايزه تضيفيه برضو ضيفيه، مفيش اي مشكله. دلوقتي بقى هقفل عليها كويس كده زي ما انتوا شايفين معايا. اهم حاجه التقفيل كويس علشان الحشوه ما تطلعش مننا. دلوقتي بقى هشكل واحده برضو معاكم، بس هحشيها بقى كاكاو وقرفه وسكر. شايفين كده زي ما قلت لكم. انا عملت واحده بالجبنه، وعملت واحده بالزيتون، الزيتون والجبنه، وعملت واحده بالقرفه والسكر. شوفي الحاجات الموجوده عندك واعملي بيها زي ما انتوا شايفين. هعملها كده بس خلاص خلصت معانا. وهضيفها دلوقتي بقى في الصاج اللي مدهون زيت معانا. دلوقتي بقى هندهن الوش بتاعها. انا هدهنه بمعلقه لبن بودره، معلقه نسكافيه. شوفي الحاجات اللي موجوده عندك وادهني بيها. زي ما انتوا شايفين خلصت الكميه اللي معايا، اللهم بارك. ودلوقتي بقى هندهن وشها. على فكره ممكن تدهنوا برضو وشها صفر بيضه، رشه من اللبن صغيره خالص، ومعلقه من الخل، ومعلقه من الفانيليا اللي انا حشيتها قرفه، ومعلقه من الكاكاو، ومعلقه من السكر. انا عملتها قرص صغيره زي ما انتوا شايفين معايا. هخلص بقى باقي الكميه وهرجع لكم تاني. خلصت الكميه اللي معايا، دهنت وشها معلقه من النسكافيه ومعلقه من لبن البودره. ودلوقتي بقى ضفت عليها حبه البركه وهدخلها الفرن. حبه البركه بقى سمسم، ممكن ما تضيفيش خالص، شوفي اللي يريحك. زي ما انتوا شايفين لسه مطلعاها من الفرن، بجد ريحتها حلوه قوي. الله، شايفين من الكيلو دقيق طلعنا كام واحده من غير بيض ومن غير لبن. زي ما قلت لكم اللبن ده اختياري عادي، مش عندك اعملي، ما عندكيش لبن اعملي بالميه عادي. وصفتنا اصلا بالميه، بس انا كان عندي حبه لبن قلت بدل ما يتهدروا اعمل بيهم. هوريها لكم برضو من جوه هشه ازاي. هقطعها معاكم برضو. شايفين المنظر؟ دي اللي هي محشيه كاكاو وقرفه وسكر، وده برضو اللي محشي جبنه. شايفين حاجات بسيطه وسهله، بجد ريحتها حلوه قوي وشكلها تحفه. وقوامها بصوا هيشش كده وجميل خالص زي ما انتوا شايفين معايا. لو رايحين اصلا تشتروا من الفرن بتاع المخبوزات، الواحده بتتباع ب3 جنيه وب4 جنيه. زي ما انتوا شايفين عملنا كميه بنص كيلو دقيق. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.
متنسوش بقى تعملوا لايك